برحب بحضراتكم مشاهدينا. فقرتنا دلوقتي يمكن كتير بنتكلم عن دور المجتمع المدني في مساندة كل مشاكل البلد. يمكن دايما بنتكلم عن ان الحكومة لا، كمان المجتمع المدني ليه دور. الجديد في فقرتنا ان المجتمع المدني مش متمثل في المجتمع المدني المحلي، لا كمان متمثل في المصريين في الخارج. ازاي المصريين في الخارج ليهم دور في ان هم يرعوا مشاكل بلدهم في الداخل، وخصوصا ان في قوافل بتتعمل لرعاية القرى الاكثر فقرا في مصر. ده الجديد في الموضوع. يمكن حضراتكم هيستغربوا يعني ايه علاقة المصريين في الخارج بالقرى الاكثر فقرا. ده كله هنعرفه من خلال ضيفنا الكريم اللي منورنا في مصر بلده الاصلي طبعا، استاذ عمرو حشيش، منسق عام الجبهة الوطنية للمصريين بالخارج. اهلا بحضرتك، منورنا. اهلا بيك. حضرتك اصلا في فرنسا؟ مظبوط كده، تمام. مظبوط. طيب يعني بلدك منوره بيك. شكرا. ويمكن كتير من الناس لما بيسمعوا المصريين بالخارج بيبقى التركيز اكتر على تحويلات المصريين للخارج، تمام، ودورها في دعم الاقتصاد المصري. تمام. طبعا لما نيجي نتكلم في البدايه عن ان احنا نعمل قوافل للقرى الاكثر فقرا في مصر، على طول الناس هتقول طب يعني ايه العلاقه؟ يعني الموضوع جه ازاي؟ وازاي بتقدروا ان انتوا توصلوا ليها وتبحثوا عنها وتنفذوا؟ فيا ريت نعرف من حضرتك الحدوته باختصار. هو الامر ببساطه طبعا بعد ثوره 30 يونيو 2013 والظروف اللي مرت بها مصر اذا كان داخليا وخارجيا، وحاله الحصار اللي اتفرضت علينا، فده طبعا خلت مجموعه من الوطنيين المصريين في الخارج ان يكون تقريبا كل همهم مصر في الداخل، يعني اللي بيحصل وصد الهجوم عليها كمان من الخارج. ده حصل ازاي؟ انا عارفه ان انتوا ليكوا كجبهه اكتر من مكان في كذا دوله في العالم. تمام. فيعني الحس الوطني ده انتوا ازاي قدرتوا تجمعوا بعض؟ البدايه كانت من فرنسا. تمام. المصريين في فرنسا. مظبوط كده. احكي لي الموضوع ده اكتر، يعني التعاون جه ازاي؟ هو التعاون يعني من وجهة نظر في البداية خلاص كان جاي تلقائي بالمرة، لأن بعد 30/6 حصل أو زي أنا بقول دايما كده الصيحة أو النداء اللي وجهه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمصريين، والكبوة أو المنعطف الخطير اللي مصر عدت بيه في السنة اللي كان قبلها. فكان لازم كل الوطنيين المصريين هم يستشعروا الخطر على بلدهم، وانهم يهبوا طبعا لنجدتها. كله تبع مش عايز اقول ان تبع حس الوطني، ولكن كله تبع امكانياته. كل المصريين عندهم حس وطني جميل جدا ببلادهم. مش عايز ازايد واقول ان المصريين في الخارج اشد وطنيه من الداخل، ولكن اللي في الداخل كمان بيتعرضوا او بيتحملوا بعض ظروف زي الموجوده دلوقتي، اذا كان ارتفاع اسعار ولا غلاء ولا تدني اجور ولا برضو انخفاض الخدمه المقدمه برضو من الدوله او الحكومه للشعب. واحنا حاسين بده كله طبعا. لان حاسين ازاي؟ علشان معلش ده من الحاجات اللي يمكن دايما بيبقى فيها لوم لما بيبدا المصريين في الخارج يتكلموا يقولوا نستحمل عشان بلدنا، فطبعا اللي في الداخل يقولوا ما انتوا مش حاسين بحاجه، انتوا عايشين بره في نعيم في اليورو والدولار والحاجات دي. احنا هنا اللي متعذبين. فحابين نوضح الصوره، يعني انتوا ازاي بتبقوا حاسين؟ انا برضه هرجع لورا شويه. ايام فترات بتاعه المؤتمرات الهجره زمان كان دايما كده بيبقى في دراسات ان المصري في الخارج بيعول من 2 ل 3 في الداخل، او من 3 ل 4 في الداخل، اذا كان باباه ومامته واخواته، او اذا كان زوجته وابن او 2. فالمصري في الخارج اذا كان النهارده او المصريين في الخارج وصلوا من 10 ل 13 مليون، الا انهم فعلا بيمثلوا مش اقل من 40 مليون داخل المجتمع المصري. يعني هم وعائلاتهم الموجوده هنا. تمام. فزي ما بنقول دايما، او زي ده انا دايما بقول من وقت للتاني، ان المصري في الخارج جسد ينبض بالوطن الام، لان يعني احنا موجودين هناك ولكن اهلنا وناسنا فانتوا بتاخدوا الفيدباك او رجع الصدى من خلال ده الواقع بقى، كاننا موجودين كاننا موجودين فعلا هنا. ده طبعا بالاضافه للمتابعه بصفه مستمره للاحداث، اذا كان عن طريق بعض القنوات التلفزيونيه او الجرايد بتاعتنا او المواقع او السوشيال ميديا طبعا المنتشر في كل مكان. تمام. مع طبعا بعض اللقاءات بيعملها برضو المسؤولين المصريين لما بيزوروا الدول الاجنبيه وبيلتقوا بينا. ومن وقت للتاني زي الاسبوع اللي فات كده بالظبط، برضه كان في ندوه امن قومي كان عاملها المعهد ناصر، برضه عشان يشرح ويوضح الدور، ويوضح كمان لينا كمان انعكاس القرار السياسي على المصريين في الخارج. و ليه ميزه ومن وجهه نظر كبيره جدا، لان الاحداث اللي احنا مرينا بيها الكتيره دي خلت كل الناس مهتميه او عندها اهتمام كبير بالشأن السياسي. يمكن بدرايه او بدون درايه، ولكن بحس وطني جميل جدا. ولكن عدم الدرايه برضه ساعات بوقعنا
او بوقع الدوله في مشاكل كتيره. ويمكن كان الجزئيه اللي اشار لها سياده الرئيس اكتر من مره، اللي هو دور الاعلام او الاعلام البديل، اذا كان السوشيال ميديا في التاثير على الدوله في بعض مواقف معينه زي قضيه ريجين الايطالي وغيرها وزي كده. فالناس بتبدا تبادر وتقول بعض حاجات. ويمكن الاخطر من كده كمان ان بيطلع بعض منظمات مجتمع مدني بتطلع تدين او بتطلع تدي تصريحات تدين فيها الدولة المصرية لمجرد انها استقت بعض اخبار من بعض مواقع التواصل الاجتماعي او بعض جرايد او مواقع اجنبية على سبيل المثال. تمام. فده كله بيحسب علينا طبعا. فكان مهم جدا زي برضو الدورة اللي فاتت دي بتاع الامن القومي. اوكي احنا كلنا وطنيين وكويسين وحاجة جميلة ونرغب تماما بإرادة كاملة ان احنا ندعم الوطن الام، ولكن الاهم كمان ان انا اكون فاهم. طيب انا برضو عايزه ارجع مره تانية، يعني فكره الجبهه انا حابه قوي الشعور بتاعكم والاحساس بالبلد، لكن مش عارفه ليه حسن حضرتك عندك تحفظ ان انت تقول لي يعني ازاي قدرتوا تجمعوا بعض. يعني انا ما شاء الله انتوا موجودين في بلاد كتيره جدا، تمام. فرنسا، بلجيكا، يعني مش عايزه بس انسى حاجه، خليني ارجع، هولندا، المانيا، بريطانيا، امريكا، السعوديه، الكويت، الامارات، يعني تمام. دول مختلفة ومتنوعة ما بين أوروبية وما بين عربية. تمام. هو كان الاختيار، هل ده كان عن طريق الجاليات المصرية بره ولا عن طريق السفارة؟ يعني ازاي الموضوع حصل ان احنا نقول لا احنا لينا جبهة، ولا عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي؟ هو اكيد في البداية كان عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي. اكيد احنا بنلاحظ بعضنا الوطنيين في كل مكان فبيبقى لهم شكل ولون معين ودفاع عن البلد بكيفية معينة في وقت معين، خصوصا الظروف اللي مرينا بيها دي. فبدأنا نعمل في غرب أوروبا بالتحديد، لأن ده بالنسبة لمصر ده يعني توجه مهم جدا بالنسبة لنا في التعاون، وكمان الدول دي كمان بتأثر تأثير مباشر في اتخاذ القرار الأوروبي. في نفس الوقت لما جينا نتوجه للدول العربية كانت الانتقاء كان أعتقد كان ممتاز جدا، لأن الدول دي اللي هي بتدعم اتخاذ القرار المصري وبتساند مصر كمان في الفترة دي، وتوجهاتنا كمان في الخارج إذا كانت السعودية أو الكويت أو دولة الإمارات. جميل. فكان الامر من وجهه نظر اوكي ممكن نعمل في اكتر من اماكن تانية، ولكن للاسف سياسات الدول او الحكومات في الدول التانية لا تتوافق مع سياسات الدوله المصريه في الوقت الحالي. احتمال في الفتره ان شاء الله في الفتره اللي جايه ممكن يكون في حاجه زي كده. طيب عايزه اعرف انتوا ليه تحديدا القرى الاكثر فقرا اللي انتوا اخترتوا ان انتوا تعملوا ليها انا عارفه ان انتوا ليكوا نشاطات مختلفه، بس يمكن موضوعنا خصوصا بما ان يعني احنا بنتكلم في ارتفاع اسعار، وفي برضه للاسف نسبه كبيره من الناس اصبحت اكثر فقرا بعد ارتفاع الاسعار. الفكرة جت ازاي وقدرتوا توصلوا للقرى دي ازاي؟ هو كانت الفكرة ببساطة خالص او بصورة تلقائية كل الناس بترددها من وجهة نظري في كل مكان، ان مفيش مصري في الخارج ما بيساعدش العائلة بتاعته او الاسرة بتاعته او اهله في الداخل ايا كان نوع المساعدة، اذا كانت مادية بالنسبة للاسرة مصاريف، او اذا كانت مصاريف عشان يعمل مشروع او غيره او بتاع زي كده. ففي نسب تحويل شخصية من المصريين في الخارج للاسر في الداخل. فاحنا قلنا بدل ما نتوجه كلنا وكل واحد يعمل الاسره بتاعته، ايه راينا لما احنا نعمل عمل مؤسسي ونبقى من خلاله داعمين من خلاله كيان الدوله المصريه، اللي هو جزء من الميثاق بتاع الجبهه، دعم كيان الدوله المصريه ومؤسساتها واسترداد الدوله لجزء من شعبيتها المفقوده. هو الموضوع ده ببساطه بيندرج تحت الجزء الثالث ده، هو اكتساب الدولة الجزء من شعبيتها المفقودة. احنا كمنظمة مجتمع مدني واحنا بنقول بنساعد اهلنا ببساطة كده، لان دول اهلنا. محدش ابدا مغترب بره او مهاجر بره ومالوش اهل في الداخل، ده اكيد. فاهلنا دول عمرهم ما ارتبطوا بالمكان الجغرافي اللي انا اتولدت فيه، ولا اهلي على شهاده الميلاد يعني. لا، اهلنا دول اهلنا كلنا، يعني مصر بحدودها الجغرافيه كامله. وبناء عليه احنا لما جينا نعمل حاجات زي كده ابدا عمرنا ما ارتبطنا بنطاق جغرافي حتى للمساهمين في العمل. جميل. لا، احنا كنا دايما بنشوف المناطق الاكثر احتياجا فعلا. مين اللي بيدلكوا عليها؟ وكان بيحصل صراحة يعني هو ده برضه لأن ده بيحتاج قاعدة بيانات. فكنت بتصل ببعض المحافظين وأنا موجود حتى في الخارج. يعني أنا فاكر أول مرة اتصلت بسيادة اللي هو صلاح زيادة، كان محافظ المنيا في الوقت ده، ورحب جدا وقال لي أهلا وسهلا بيكم وأنتوا ولاد مصر ودول أهلكم. بيبقى الدعم بقى هل دعم مادي فقط ولا لا بيبقى أشكال أخرى من الدعم؟ لا، هو احنا عمرنا ما قدمنا لحد دلوقتي دعم مادي تحت أي ظروف. احنا بنقدم دعم يعني متمثل، هو دعم أي نعم ولكن متمثل
بتتمثل في اشياء معينه، زي عملنا مشروع ال5000 بطانيه قبل كده، وعملنا الملابس الجاهزه في يوم اليتيم لدور الايتام في السويس والمنوفيه. وان شاء الله في الايام اللي جايه دي في مشروع لوزاره التضامن الاجتماعي عشان الاسر المنتجه. احنا عاملين صندوق كده قوامه حاجه صغيره في البدايه 20,000 يورو، احنا هنكون قائمين عليه كبادره من المصريين في الخارج، بحيث انه يعمم في اكتر الدول. يا ريت طبعا. وان شاء الله برضه الوزاره تتبناه، وان شاء الله يكون زي مشروع وطني لدعم المصريين في الخارج لوطن والله الأم. احنا نأمل فكرة الأسر المنتجة، لأن دايما يمكن المشاريع الخاصة بالمجتمع المدني أو حتى دعم أي أسر فقيرة بيكون عن طريق مدها بملابس، ببطاطين، بمثلا مواد غذائية معينة. طبعا ده كله مطلوب، لكن الأهم إن احنا نعلمهم يعني اللي هو إيه بالظبط، علمني كيف أصطاد السمك. تمام مظبوط. فالفكرة إن أنا يعني مهم قوي إن الدعم يكون لا مشاريع صغيرة أو حتى مصانع صغيرة، بما اننا بنتكلم على اقتصاد نبقى زي الصين. مظبوط كده. فهل يا ترى ده من ضمن الافكار؟ ده طبعا من ضمن الافكار، ويمكن الموضوع يعني اللي خلاه يلاقي استحسان عندنا بصفه عامه كان طبعا في الاحصائيات الاخيره بالنسبه لاستيراد الدوله المصريه من الكماليات، وخصوصا من الصين وغيرها. واحنا شفنا طبعا في الاونه الاخيره دي الشنط بتاعه الصينيين غزت مصر كلها. فانا بقول النهارده انا عندي شباب متعلم ومثقف ونابه، وحسه الوطني، حتى كمان احتياجه هو كمان ان هو يكسب بقوته من تعبه او من افكاره. فقلنا ان احنا نعمل الموضوع ده، ان احنا هنقلل او التوجه للاسر المنتجه. هي الاليه عامه نفس الاليه بالظبط، ان هتوجه لوزاره التضامن الاجتماعي، هتشوف الاسر الاكثر عددا والاقل دخلا، هيجيبوا منهم الشاب او الشابه. يمكن انا متحيز للبنت اكتر. ليه؟ لان البنت في سوق العمل المصري ملهاش حظ اوفر زي الولد. في نفس الوقت البنت بتحافظ على العمل وقت ما تحصل عليه. بالنسبه بما اننا طبعا مجتمع شرقي، والمجتمع الشرقي برضه يعني مش عايز اقول وانا لايف في المجتمع الذكوري اكتر منه بيقن او بيقر المساواه بصوره اكيده. ولكن يعني الحمد لله احنا برضه في السنتين ثلاثه اللي فاتوا دول ان شاء الله عندنا معالي السفيره مشيره خطاب مرشحه لليونسكو، وعندنا يعني ما شاء الله سيدات قديرات ان شاء الله انهم يقودوا منظمات دوليه. وده برضه توجه مصري جميل جدا، واحنا بنقول احنا مش اقل ابدا من الدول الثانيه في ان المراه المصريه انها تكون في اعلى المناصب، مش بس داخليا لا كمان على المستوى الدولي ان شاء الله. تمام. فده في الاختيار. احنا عندنا فكره او مفهوم ان يجب تكون منظمات المجتمع المدني قدر الامكان هي اللي بتقوم بتنميه المجتمع. زي ما حضرتك قلت دلوقتي ان المفروض كلنا دور. عمر ما كان منظمات المجتمع المدني كل دورها المنشطات اللي احنا سمعناها في السنين اللي فاتت دي كلها، اللي هي الحريه والمساواه والعيش والبتاع وزي كده. لا، هو بدل ما انا اقول الكلام ده كله يجب ان انا اعمل عليه. تمام. هي يعني يمكن بدل ما اكتر أقول الاحزاب لكن منظمات المجتمع المدني في مصر خلينا نقول لا، هو في الحمد لله ما زال موجود ناس، لكن للاسف بيبقى التركيز على فئات معينه. تمام. يمكن الايتام، اطفال الشوارع، وبرده محتاجين اكتر لان ما زال الموضوع الايتام طبعا كتير طبعا واطفال الشوارع طبعا كتير. تمام. بس محتاجين زي ما قلت لحضرتك حاجات فيها شويه تصنيع ليها علاقه بالاقتصاد، وهي تعتبر برده من منظمات المجتمع المدني طبعا. فيا ريت انتم من خلال الجبهه الوطنيه للمصريين في الخارج يبقى في نوع مختلف، يعني زي دعم القرى الاكثر فقرا. مظبوط كده. هو يمكن الجزء الثاني بقى، الشق الثاني من الموضوع الاسر المنتجه، ان احنا بعد ما نختار الشاب والشابه من الاسره الاكثر عددا والاقل دخلا، هيبقى في اعاده تدريب وتاهيل. احنا هنقوم احنا كمصريين في الخارج بشراء الميكنه اللي هيتدرب عليها. والاضافه للموضوع اللي حضرتك اشرت اليه دلوقتي، ان احنا هنسوق المنتج بتاع الاسر المنتجه والصناعات اليدويه والحرفيه اللي هي تضررت برضه تضرر مباشر بعد 2011 بره مصر. طب ده هايل. هو ده اللي يمكن نوع من انواع التصدير، نوع من انواع التصدير وتعظيم العمل الاهلي، وفي نفس الوقت كمان زياده دخل الاسره بصوره اكبر، وانتشار كمان في نفس الوقت القاعده اللي احنا هنشتغل عليها بدل ما تكون برضه صغيره والتسويق محلي. طب الوسيط بالنسبه هنا لمصر ما بينكم وما بينهم، هل بتكون محافظه زي ما حضرتك اشرت من شويه قلت يعني كان ليا
اتصال بمحافظ المنيا، ولا بيكون يعني اختيار بقى القائمين على تدريبهم ومتابع المشروع بيكون؟ والله في الفترة اللي فاتت، السنتين اللي فاتهم، كان دايما يعني بيبقى في اتصال من الجبهة مباشرة بالقائمين على الأمر في المحافظات اللي احنا المعنية اللي احنا بنتوجه ليها. اول امبارح انا او امبارح بالتحديد قابلت معالي وزيره الهجره وشؤون المصريين في الخارج. ابدت استعداد تام لكافه التعاون، وتكون دايما حلقه وصل المصريين في الخارج مع كافه المؤسسات الدوله المعنيه باللي احنا هننفذ من خلالها او اللي احنا بنقدم افكار من خلالها. وكان طبعا الموضوع بتاع وزاره التضامن الاجتماعي على راس الموضوعات، وفعلا حصل ان معالي الوزيره برضه وصلتني ببعض مسؤولين في وزاره التضامن الاجتماعي. تمام. وبرضه بمحافظه المنيا بنفس الكيفيه، عشان برضه هنعمل فيها مشروع ال5000 بطانيه المره دي. لان محافظه المنيا بس؟ لا، هي مش المنيا بس، مركزين عليها ولا ايه؟ هو الاقتراح ده احنا كنا هنعمل فعلا في محافظه السويس، ولكن احنا عملنا الملابس الجاهزه في محافظه السويس. يعني تعتبر اول محافظه انتوا تبنيتوها محافظه المنيا؟ هي الامر في البدايه يعني هي اجمالي الامور اجمالي الامور ان ما عندناش حدود جغرافيه، المصريين مصريين في كل مكان. بس خلينا نقول ان البدايه كانت يعني ولكن سبحان الله حظهم يعني كانت محافظه ولكن المحافظه الجايه السويس. احنا عملنا اوريدي، عملنا في السويس والمنوفيه، وعملنا في رود الفرج، وعملنا في كفر ساق الشرقيه قبل كده. تمام. المره دي لما جينا نقول نتوجه بصفه عامه للصعيد مصر، لان صعيد مصر فعلا محتاج. احنا عملنا برضو على هامش ملتقى الجيل الثاني والثالث اللي كانت منظمه وزاره الهجره والشباب والرياضه مع سياده المحافظ محمد بدر في قريه من قرى محافظه الاقصر السنه اللي فاتت، في شهر 1 السنه اللي فاتت. عملنا برضو ده عملنا هناك كده مع الشباب نفسه بقى. كان في شباب من انجلترا وفرنسا ومختلف الدول، وهم اللي قاموا بالتوزيع الموضوع ده نفسه عشان برضو نحسهم على العطاء. طب شبابنا بقى في الخارج، بما ان حضرتك قلت الشباب يعني شبابنا في الخارج ليهم دور في الحاجات الجميله الخيريه يعني التنميه اللي انتم من خلالكم ممكن تقوموا بيها، ولا لا لسه برضو يعني احنا حابين شبابنا يبقى في برضو احتكاك؟ انا شايف ان دورهم يعني اكبر واخطر كمان من انه يقدم دعم ايا كان مادي، خصوصا المادي. يعني هل في احساس بالانتماء لمصر؟ طبعا يعني كتير طبعا منهم يعتبر طبعا ممكن يكون قضى حياته اغلبها. بالعكس خالص، بالعكس. هو يمكن انا مش عايز اقول ان في اهمال، لان الدوله متبنيه اللي هو المؤتمر او الملتقى السنوي اللي بتعمله من فتره كبيره جدا. هي بتعمل ملتقى الجيل الثاني والثالث، ولكن هي كل الحكايه بالظبط في بعض ملحوظات على الحاجات دي، لان ابنائنا في الخارج النهارده وصل للجيل الثاني من ابناء المصريين في الخارج بقى سنه 40 سنه. معنى 40 سنه بقى كادر ما شاء الله جميل جدا وكويس في اي مؤسسه هو بينتمي ليه. ولادنا ما قدرناش لحد دلوقتي ان احنا نقدم لهم دعم على سبيل المثال انهم يندمجوا في النقابات المهنيه التابعين ليه، في الاحزاب السياسيه الموجوده في دول المهجر عشان يكونوا مؤثرين في الاحزاب، عشان يرشحوا نفسهم بعد كده في المحليات وفي البرلمان عشان يكونوا صوت مصر او ادراعه مصر في الخارج فيه ويؤثروا في اتخاذ القرار الخارجي. ده كله للاسف كل دي موضوعات لحد دلوقتي احنا ما اشتغلناش عليها بصراحه، ومطلوبه جدا. ده مهمه جدا طبعا. يعني انا مش هنقدر ننكر تحت اي ظرف من الظروف، وده كان سبب من نشأة الجبهه في الخارج، ان احنا كان بيحصل عندنا احداث كتيره جدا وكنا بنعجز تماما ان احنا نسوقها في الخارج، بل بالعكس كانت بترتد علينا. طب ليه؟ يعني هل القصور جاي في ايه؟ احنا عندنا ما شاء الله سفارات في كل حتى ومكاتب دبلوماسيين. لا، احنا مش هنقدر ننكر ان في السنه بتاعت الاخوان وفتره صغيره بعدها احنا كان عندنا تعطيل لمصر، يعني لمصر كدوله وكيان تقريبا في كافه المؤسسات الدوليه، وتم طبعا بالتبعيه في كافه السفارات. يعني الانشطه كانت قليله جدا، الاحتكاك كان قليل جدا، لان احنا برضو عندنا حاله الحراك السياسي كانت عاليه، ما حدش عارف البلد رايحه فين. الامم المتحده ده الاتحاد الافريقي اللي احنا مؤسسين ليه لغى عضويتنا في الاتحاد الافريقي. وده زي احنا بنقول اذا كنا احنا دوله رائده مش بس في الدول العربيه، لا الدول الافريقيه احنا تعرضنا برضو لهزه كبيره في افريقيا. فده طبعا اثر على كل المصريين في الخارج، لان برضو هو نبض المصري في الخارج هو اللي بيحصل هنا في الوطن الاموي. تمام. فده اثر طبعا، مع طبعا الحدث اللي حصل كان كبير علينا كلنا، ما نقدرش ننكر ابدا اللي حصل 2011 كان اكبر من ناس كتير قوي. احنا يمكن ما كناش جاهزين احنا كافراد او مؤسسات معنيه بالامر او كاداره ازمات او تصدير صوره للخارج او مخاطبه الاعلام الاجنبي كما ينبغي زي احنا بنقول.
ويمكن هو ده كان سبب من الاسباب في ظهور الجبهه الوطنيه. احنا هنعمل وقفات في الميادين العامه قدام الاتحاد الاوروبي في بروكسل، قدام سفارات يعني في اكتر من مكان، ده بالظبط. كله عشان نقول برضه بنحمل برضه اللافتات اللي هي بتعبر عن اللي احنا عايزين نقوله باللغه بتاعتهم قدر الامكان، علشان نقدر نوصل لهم الرساله، وان المصريين في الخارج كمان داعمين للقياده الوطنيه في الداخل. احنا يا رب بنأمل دايما مزيد من العمل العام، ويبقى في دور اكبر للمجتمع المدني. استاذ عمرو حشيش، منسق عام الجبهه الوطنيه للمصريين بالخارج، حضرتك نورتنا. شكرا يا فندم. وسعدنا جدا بوجودك معانا. شكرا ليك وبالتوفيق ان شاء الله. شكرا، الف شكر لحضرتك. شكرا. مشاهدينا لسه مكملين مع حضراتكم فاصل ونرجع مع زميلتي العزيزه رباب الخشن، تابعونا.